آدم عنده 16 سنة، شاطر جدا في دراسته وبارع في العلوم، وكل حلمه إنه يبقى دكتور مشهور يعالج الناس ويساعدهم. في عيد ميلاده جاله موبايل جديد لسه نازل في السوق، من النوع اللي كله بيتمناه، وأبوه وهو بيديله الموبايل قال له استخدمه في الحاجة الصح، مستقبلك بين إيديك. آدم في الأول كان مركز جدا وملتزم، استخدم الموبايل في البحث عن فيديوهات تعليمية عن التشريح ومحاضرات الطب، وكل حاجة بتقربه خطوة لحلمه. لكن الدنيا اتغيرت لما فجأة طلع له إشعار من لعبة جديدة مكتوب فيه جرب التحدي الجديد واكسب جوائز خرافية. آدم قال لنفسه أهو 5 دقايق بس، دخل يلعب والساعة جريت من غير ما يحس. حاول مرة وخسر وقال طب فرصة تانية، وفجأة لقى نفسه عدى ساعة كاملة. بعدها وهو بيقلب في الموبايل لقى فيديو مضحك، قعد يضحك وقال لنفسه ده عظيم. بعدها دخل على فيديو تاني وتالت. تيك توك وسناب شات فضلوا يرشحوا له فيديوهات شبه اللي عجبه، وفضل يتفرج عليها واحدة ورا التانية زي حفرة ملهاش آخر. واليوم اتحول من وقت مذاكرة وتطوير لحلم كبير، لوقت ضايع على حاجات جانبية. وكل يوم كان آدم بيبعد خطوة عن حلمه، وبدل ما كان بيشوف فيديوهات تعليمية بقى يضيع الساعات قدام الشاشة. جاله إشعار من صاحبه أنا أونلاين تعال نلعب مع بعض. دخل آدم على اللعبة، لعب مع صاحبه وفعلا كسبه. حس بفرحة، لكن فرحة صغيرة ومؤقتة. آدم بدأ يسهر كتير، في الأول زود نص ساعة على ميعاد نومه العادي، بعد كده بقى كل يوم يزود شوية لحد ما بقى بينام الفجر وبيصحى الساعة 2 الظهر. لما يصحى يذاكر بسرعة جدا ومن غير تركيز، ويقول لنفسه مفيش مشكلة بكرة أعوض. لكن المشكلة الكبيرة إن بكرة ده ما كانش بيجي أبدا. يوم ورا يوم آدم بدأ يبعد عن المواد اللي كان بيحبها، زي مواد التشريح اللي كان دايما بيشوفها ممتعة. بطل يقعد مع أهله في وقت المذاكرة الجماعية اللي كان بيجمعهم، بطل يروح المكتبة اللي كان دايما بيتردد عليها عشان يذاكر وسط الهدوء والتركيز. عقله كله بقى متعلق بشيء واحد بس، الموبايل. لما وصل نهاية الترم دخل الامتحان لأول مرة وهو متوتر جدا. الورق قدامه كان شكله صعب ومرعب، نسي المعلومات اللي كان حافظها زمان، وكل ما يحاول يفتكر يلاقي دماغه مشغولة بحاجة تانية، الألعاب، الفيديوهات، والتمرير اللانهائي اللي كان عايش فيه. خلص الامتحان وهو مكسور، درجات نزلت بشكل كبير لأول مرة في حياته. بقى حاسس بالحرج قدام مدرسينه وأهله وحتى قدام نفسه، ومن كتر الإحباط قرر يهرب أكتر للموبايل ويعيش فيه. ومع مرور الوقت حلمه إنه يبقى جراح مشهور اختفى من حياته وهو مش حاسس، شغفه ضاع وأيامه بدأت تضيع جوه شاشة صغيرة. وفي يوم من الأيام بعد ما سهر 12 ساعة متواصلة قدام الموبايل حس فجأة بدوخة ورجفة ووقع على الأرض. أهله نقلوه المستشفى بسرعة، والدكتور بعد ما كشف عليه قال الولد بيعاني من إرهاق عصبي واكتئاب متقدم. آدم اللي كان حلمه ينقذ أرواح بقى هو اللي محتاج حد ينقذه من الحالة اللي وصل ليها.